يا مساء الفل. تعالوا نحضر النهاردة أطيب بطاطا ممكن تدوقوها في حياتكم. البطاطا الموجودة لسه دلوقتي جديدة، مش مسكرة قوي. أسهل وأحسن طريقة تقدري تخلي البطاطا كده تكون مكرملة وطعمها زي السكر هي الطريقة دي، ومش بتاخد وقت خالص، وهنعملها على البوتاجاز في وقت قصير جدا، مفيش ربع ساعة تلت ساعة هتكوني واكلة أحلى بطاطا سكر. بس الأول ما تنسيش اللايك والشير والكومنت، واللي ما يعرفنيش أنا ريهام صبحي، ويلا بينا نبدأ. اول حاجه كده اختاري البطاطا تكون حجمها متوسط مش حجمها كبير، ولو في بطاطا حجمها كبير حاولي تقسميها نصين، زي ما انا في بطاطايه كده كبيره قسمتها نصين. المهم نغسل البطاطا كويس جدا من بره وتعكيها بفرشه او بليفه اي حاجه لغايه ما تبقى فله بالشكل ده. وقلت لك لو البطاطا كبيره اقسميها نصين. اهم حاجه بقى نجيب السكينه ونعمل فيها شق صغير كده، علشان ده بيسرع عمليه التسويه وبيخليها تنزل السكر اللي في قلبها. طبعا البطاطا مغسوله ومنديه، لازم نجيب حاجه واسعه كده هنحطها على النار تسخن. وكمان التش اللي احنا عملناها دي انا محتاجاها جدا، محتاجه البطاطا من كل جنب تاخد سنه لسوعه كده بسيطه. حاولوا تقلبوهم بالشكل ده وانا حطهم على نار عاليه. بعد كده هنزل بربع كوبايه من السكر، هوزعها كده على كل البطاطا، وهقلب كده البطاطا من كل ناحيه علشان ايه السكر كده ايه يغلفها كويس. كده دلوقتي النار عاليه، هبدا بقى اغطيها وهدي النار خالص على زي نار خفيفه جدا، واسيبها تستوي لمده ربع ساعه. البطاطا بتنزل السوائل اللي فيها والسكر بيكرمل. قلبي كده البطاطا في السكر، حطي رشه فانيليا. وهنا عايزه اقول لك ريحه البطاطا دي هتوصل لاخر الشارع، اوعدك هتوصل اخر الشارع، ريحتها خطيره. غطيها تاني، وبرده بصوا خلاص البطاطا دخلت في سوا، خلاص قربت تستوي. مفيش 10 دقايق بديها تقليبه تاني، وبروح ايه بقى حاطه شويه ميه قد معلقتين ميه بس. هي خلاص البطاطا دخلت في سوا، بس انا عايزه في بطاطا حجمها كبير، عايزه قلبها يبقى دايب كده ومستوي شويه، فزودت ربع كوبايه ميه وبس. سبتها خلاص لغايه ما اتشربت الميه وخلاص، ورفعتها من على النار. البطاطا حرفيا ما بتاخدش وقت خالص، حلوة قوي، عجبت اولادي جدا، وطعمها مكرمل عسل سكر. تحسوا البطاطا كده بتنزل سكر زيادة، يعني خطيرة جدا. رغم ان البطاطا دي ما كانتش مسكرة قوي، بس كانت زي العسل. جربوا الوصفة دي هتحبوها جدا. وفروا الغاز بقى، يعني مش هنقعد نشغل عليها الغاز الفرن بالساعتين والتلاتة، لا هي على عين البوتاجاز ربع ساعة او تلت ساعة بتكون استوت وايه ودايبه وزي العسل. وعايزه اقول لك حطيها في الاول بس كده، شوحيها كده هتديكي طعم وريحه الشوي برضو. يعني الوصفه لو عجبتكم جربوها، وما تنسونيش لايك وشير وكومنت. واللي ليه رأي في اي وصفه يكتب لي رأيه، واشوفكم على خير في وصفات جايه كتير. باي باي.